مضى عدة أيام عن مواجهتنا مع المان سيتي وأنا لحد الآن ما عم بقدر أنسى اللي صار فينا وكيف طلعنا من نصف نهائي دوري الأبطال. حرفيا هذا حال بعض جماهير ريال مدريد، بحسسوك إنه فريقهم ما أخذ البطولة ولا مرة، ولا وصل لنص النهائي ولا مرة. يا ابن الحلال، فريقك عنده 14 دوري أبطال، فريقك وصل لنصف النهائي 31 مرة. أنا بعرف فريق بكل تاريخه مشارك 31 مرة بالبطولة، فهدوها شوي يا شباب. والله الموضوع مو محرز. هلا صح الخساره بتوجع وتألمنا، بس انه عادي، خلص السنه الجايه ان شاء الله بنرجع وبنجيب دوري ابطال عادي جدا. بس انا عندي سؤال لبعض الجماهير الثانيه، انتم كيف قدرانين تتحملوا انه فريقكم تقريبا من 8 سنين كل مره بيطلع من دوري الابطال بطريقه مخزيه اكثر من اللي قبلها، وبيخسر بنتائج كبيره وبيطلع بفضائح وبيطلع بريمونتادا؟ انتم كيف قادرين تتحملوا؟ انا نفسي افهم، بس انتم كيف قادرين تتحملوا؟ اعطونا الخلطه يا اخي، بركي بنعمل مثلكم وبنقدر نتحمل وننسى اللي صار. على كل حال، مبروك لجماهير برشلونه انه فريقهم اخذ الدوري، بيستاهل بعد سنين هالعناء انه ياخذ بطوله الدوري. اليوم ريال مدريد رح يلعب، المباراه مو مهمه، وبصراحه انا كرهان اللاعبين شوي، يعني ما بكذب، بس انه يعني بركي اليوم بيقدموا لنا